إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الشاطر حسن خرج من بيته صحته كويسة، كان تنفسه هادي وضغطه عادي وقلبه سليم ومخه في مطرحه. نزل من البيت على الشارع، مشي في الشارع، كان ماشي في حاله، لا بيبص يمين ولا شمال. راجل مؤدب ومن عيلة محافظة. طاخ، حاجة خبطته في دماغه، حاجة جامدة ومش جامدة، طرية ومش طرية، ما هياش طوبة لأن دمه مسحش، ما هياش زلطة لأن مخه ما اتفتحش. داخ شوية، مش داخ، اتخض بصراحة. المهم إنه وقف مطرحه وبص حواليه، لقى ناس بتلعب كرة شراب واللعب مستمر. قعد يقول يا رب يكون إيه اللي خبطني في دماغي، لا طوبة ولا زلطة وما بينش كورة لأن الكورة بيلعبوا بيها هم. توكل على الله وجه يمشي، راح واحد شايط الكورة جت جون. الصريخ ملا الشارع، الخناقة قامت. جون؟ لا مش جون. دخلت جون؟ لا ما حصلش. دماغ الأفندي هي اللي دخلتها الجون، لو ما كانتش خبطت في دماغه ما كانتش جت جون. صاحبنا فهم ان اللي خبطه في دماغه كان كورة، خد بعضه ومشي. ابتدى دمه يتعكر شوية، بعد لحظتين لقى نفسه انكفى على وشه، لحق نفسه قبل ما ينكفي. ايه ده؟ بص في الارض لقى قشرة بطيخ، زحها برجله من السكة ودمه اتعكر اكتر. فضل ماشي، ابتدى يحس بالحر. يا ساتر، روحه هتطلع. ابتدى يعرق وهو ماشي، لقى الدنيا بتمطر، المية نعنشته. يا سلام، بس الدنيا بتمطر ازاي وهي حر؟ اكتشف انه كان ماشي تحت بلكونة نشرة غسيل، غسيل ملون ومش معصور وبينقط. يا خسارة، مطرة ملونة. القميص الابيض اللي هو لابسه بقى نقط زرقاء وحمرة. جري من تحت البلكونة وزعق: انتوا يا اللي ناشرين غسيل! ان حد يرد عليه محدش رد. شتم الغسيل ومشي. قال للغسيل ضروري يكون عندك دم، مش معقول كده يبقى مفيش دم خالص. كانت الجلابية الملونة المنشورة عمالة تتهز كأنها بتطلع له لسانها. لقى نفسه واقف بيكلم الغسيل، قال أنا هتجنن. خد بعضه ومشي. فضل ماشي، مطبات تشيله ومطبات تحطه لحد ما وصل محطة الترامواي. وقف على المحطة، الدنيا حر والعرق محميه والاسفلت سايح والنار تقريبا نافده من نعل الجزمة وبتلسعه في الشراب. معلش، النعل كان دايب بعض الشيء، مش دايب انما انخرم خرم في الفردة الشمال. ما تفهمش ليه رجليه بتحول شمال ودايما جزمه تدوب من الناحية دي. وقف على محطة الترامواي، وقف على الفردة اليمين اللي مش مخرومة، رجليه نملت. جه يقف على الفردة الشمال، لقى الاسفلت سايح وبيلسع، دمه اتعكر اكتر واكتر وابتدى ضغطه يزيد. فضل واقف على محطة الترامواي لحد ما دقنه طولت، كان حالقها الصبح لكن معلش. شويتين وبص لقى عربية نقل جاية من بعيد ومحملة اسمنت. قعد يتفرج على الاسمنت، بص لقى العربية داخلة عليه على محطة الترامواي اللي هو واقف عليها. الله، جه يجري قدامه لقى العربيات بتجري قدامه، جه يجري وراه لقى العربيات بتجري وراه والنقل داخل عليه. رقع بالصوت: الحقوني! العربية فاتت جنبه بنص مسطرة. اتشاهد على روحه وقال لنفسه يا ساتر استر، الواحد أعصابه بقت وحشة ليه؟ رقعت بالصوت ليه؟ العربية فاتت جنبي ولا حاجة، ضروري أعصابي خسرانة.
الشاطر حسن وصل الشغل صحته منهارة، تنفسه مضطرب، ضغطه مرتفع، قلبه فيه لغط، مخه مقلقل من مطرحه. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس ويوسف حجازي. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. الشاطر حسن دخل الشغل مبهدل كأنه خارج من خناقة. دخل غسل وشه ورمى